أجنحة كريسبي مليانة صوص ونكهات، والاستواء ما يحتاج أحكي لكم عنه، وهذا أكثر وصفة معتمدها. نفس هالأجنحة راح ننزلها بمطعم بعد فترة، تقدروا تسووها انتم بالبيت او بمشاريعكم، والرزق على الله. بالبداية راح أقطع الأجنحة بهذا الشكل وأتخلص من هذا الجزء. بعد ما قطعنا الأجنحة راح اخليها بالملح خشن ونقعها بمي بارد واغسلها كلش زين. للتتبيلة راح أضيف لبن وملح وثوم مهروس وعصير ليمون وبرش ليمون، والبهارات تلقوها اسفل الفيديو بالوصف. وأهم شيء نضيف زيت الزيتون بالتتبيلات، لأن أول شيء يحافظ على تقليل جفاف البروتين، ويحافظ على العصارة، ويسوي التركيز بالنكهات، ويساعد على التحمير بالشوي وينطيها شكل وطعم مثالي. بس لازم يكون زيت الزيتون نوعية ممتازة، وأنا مستخدم زيت الزيتون RS. وأهم شيء إنه هو بعدة أنواع، منها مخصصة للقلي يتحمل حرارة عالية، ومنها مخصصة للسلطات، ومنها للتغميس والتتبيلات. للصوص مال الأجنحة راح أستخدم لبن وعصير ليمون وسويت تشيلي صوص وشوية بصل أخضر. راح أضيف له زيت الزيتون RS اكسترا فيرجن وبابريكا مدخنة، ونخلطه يصير بهذا القوام. حتى نسوي الأجنحة كريسبي راح نخليها بالطحين بهذا الشكل. وانتبهوا دائما باختيار زيت الزيتون RS للقلي، لازم يكون مكتوب عليه بوم ميز، فهذا هو مخصص للحرارة العالية والقلي. بعد ما قليناه راح نضيف الصوص وتصير عندنا